إذن أسعد الله أوقاتكم متتبعين ديالنا ديال القناة ديال الجوهرة داخل الجوهرة. إذن بيان للرأي العام على إثر الخرجات الإعلامية التي يقوم بها بعض الأشخاص لتشويه والتنمر على المنتخبين ديالنا، وأخص بذكر رئيس مجلس جهة الداخلة ولي الذهب، ونظرا على التحول الكبير الذي شهدته مدينة الداخلة بصفة خاصة وجهة الداخلة والذهب بصفة عامة في الفترة الانتدابية ديال السيد الرئيس الدكتور الخطاب ينجا رئيس مجلس جهة الداخلة ولي الذهب. إذن له الرد على دوك اللي راسلينهم ما هم مهمين، هما معروفين سماسرة يتقاداو الأمس القريب اللي كانوا مع الجهة يتكلموا، واليوم يتكلموا في الضفة الثانية، ولكن خاص الحقيقة يعرفها المتتبع، والحقيقة يعرفها متتبع الشأن الجهوي والوطني وحتى الدولي. كما تعلمون أن جهة الداخلة والذهب عرفت واحد الطفرة نوعية، ومدينة الداخلة بالخصوص، نظرا لتحول شركة التنمية من الشخص اللي كان شادها إلى السيد المحترم والي ولاية جهة الداخلة والذهب. من هذا المنطلق تبنت الثقة ما بين الجهة ووزارة الداخلية، وخصوصا بالذكر في شخص السيد الوالي المحترم علي خليل وفقه الله. إذن كما كتعرفوا أن البلوكاج اللي كان واقع على من خلال ما نعلمه نحن، لأن احنا ما عندنا تدخل مع الجهات، اللي كنشوفوا وكانت واقفة الجهة من التنمية وكانت واقفة من مجموعة المسائل، هذا نظرا للريع ونظرا للفساد اللي كان في السابق، اللي كانت الدولة للأسف الشديد كتعطي الفلوس لهذه الجهة، ولكن الجهة ما كانت تستافد منها. كانت غالبية هذه الفلوس هذه كتمشي لبعض الجيوب وهم مالها معروفين. مما حدث بالسيد الوالي عندما تولى هذه المهمة التي كلفه بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين، والله يشافيه والله يحفظه، تبنات واحد الثقة ما بين المسؤول المنتخب والسيد الوالي المحترم وبصفة عامة بوزارة الداخلية. مما حدث أنا كنتكلم على الجهة بالجهة إلى المساهمة الفعلية والتناغم الفعلي من أجل تنمية هذه المدينة، واللي بان جليا، وكنا كنحضروا جميع الاجتماعات ديال مجلس جهة الداخلة والذهب والمشاريع الكبرى اللي كانت تصادق عليها واللي عندنا نشوفوها على أرض الواقع. ومن أبرز هذه المشاريع أولا لأن هاد الأشخاص اللي كيصيفطوهم واللي كيشوهوا اللي يبخصوا التنمية الكبرى اللي شهدتها جهة الداخلة والذهب، خاص الرد على دوك اللي كيصيفطوهم. هما معروفين دوك اللي كيصيفطوهم لأن ما بقاتش عندهم شعبية وكلها. وقال الحسن الثاني قدس الله روحه، قال لك المنتخب كيشوف الله المصلحة ديالو، والوطني كيشوف المصلحة ديال البلاد. هذا هو الفرق بين الخطاط وبعض الأشخاص الآخرين. أنا سأكون صريحا رغم الضغوطات اللي كنعانوا بها، ولكن داكشي ما كيهمش، المصلحة العليا للوطن عندي فوق كل اعتبار. إذا شهدت مدينة الداخلة واحد النقلة نوعية. أولا البنية التحتية، كما كتعرفوا أن السيد الوالي المحترم بدعم بنسبة الأسد مجلس جهة الداخلة والذهب ووزارة الداخلية، وبدعم خجول من الجماعات الترابية الأخرى، تعاودت البنية التحتية كلها. الماء الحمد لله ما بقاش كيتقطع، كانت الناس تشكى منه. الإنارة العمومية اللي كانت مغشوشة في السابق هاي الحمد لله راه غادي وكتصايب الداخلة. بناء المعاهد، بناء المدارس، بناء المستشفيات، بناء مجموعة من المصالح التي لم تكن في السابق، كانت مصولة لها ميزانيات ولكن كانت تلاعب فيها. ولكن السيد الوالي بتناغم بمجلس جهة الداخلة والذهب اللي عنده نسبة الأسد، حصة الأسد في الدعم، شهدت الداخلة الطرقات. سيروا قيسوا طاورطة، سيروا قيسوا المدخل ديال الداخلة، سيروا شوفوا شارع الولاء، شوفوا ساحة الحسن الثاني، شوفوا الكورنيش ديال الداخلة، هادو كاملين مساهم فيهم مجلس جهة الداخلة والذهب. حنا نشوفوا المشاريع الكبرى
التي أعلن عنها صاحب جلالة الملك محمد سلام له النصر والتمكين، والتي تم تنفيذها وما زالت تنفذ على أرض الواقع. هذا ردا على ذاك الكثافة دوك البلطجية باش يبخصوا هذه المسائل اللي شهدتها مدينة داخلة. وأنا لا أستبعد أن خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة والأعداء ديال الوطن غيستغلوا هاد جوج أشخاص، غيستغلوهم، لأنهم هؤلاء هادو ما كيعرفوش لا وطنية ولا هم يحزنون يعرفوا لا اللي كيعطيهم، لأنهم كانوا بالأمس القريب مع مجلس جهة الداخلة والدم ظنا منهم أنهم ناس أكفاء وطنيين كيخافوا على الساكنة، فإذا به كيتبين لهم أنهم سماصرة كيتسمصروا على عباد الله، كيتسمصروا حتى على والديهم من أجل درهمات قليلة 100 درهم ولا 200 درهم. وهم ثلاثة ديال الأشخاص هما معروفين ومعدودين الأصابع. أنا اللي كنتكلم بصفتي كعضو في مجلس الشباب من مجلس جهة الداخلة والاتحاد، باش كنعطي نحط النقاط على الحروف حتى واحد ما يكذب. أنا الداخلة شهادة تنمية كبرى لم تكن في السابق. في السابق الداخلة كانت عبارة عن بركاسة، عزكم الله، بركاسة كانت. الزبل ملي جا السيد الوالي تم التناغم هو ورئيس مجلس جهة الداخلة والذهب وبعض المنتخبين الآخرين الوطنيين اللي غيورين على المدينة. أولا شطب الداخلة كاملة، تم تشطيب شطبها يعني نقاها، باش تجي اليوم وتبقى تطبل لشخص مدفوع الثمن. هو هون اسمح لنا على المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار. هاجمتونا في السابق ومازلتوا تهاجمونا ومازلتوا انتظر الهجوم ديالكم، ولكن حذاري حذاري، أرى المصلحة العليا ديال الوطن فوق كل اعتبار. الداخلة في إعلان شهادة التنمية، والأخبار اللي جاتنا دابا راهو دابا غيتحولوا للسوق الماشية باش التعطير ديالو وإعادة تأهيله. هذه المعلومات اللي جاتنا، وبالتالي خاص توضع نقاط على. أما فيما يخص المسائل الاجتماعية هي كانت باينة جلية للساكنة. فأيامات الكوفيد اللي كانت توزع تقريبا شي 35 ألف قفة للساكن، وكل قفة تقريبا كتعادل شي 1200 درهم للقفة. وكنظن هذا الداخلة كما استفدنا لم يكن ذلك في السابق. قرب رئيس مجلس جهة الداخلة والدعم مع المواطن تم بناء 1500 سكن في الداخلة و500 سكن على تراب عمالة إقليم موصل، هذا لم يكن في السابق. تم تأسيس مجموعة من المعاهد العليا واللي كان مجلس جهة الداخلة والدعم حصة الأسد عاوتاني فيها، هذا لم يكن في السابق. وضعوا النقاط على الحروف ونشوفوا المشاريع اللي كتقولوا انتم مشاريع فاشله. راه المشاريع الفاشله هو ذاك الفاشل اللي كان بصفاتكم، هذاك الفاشل هو اللي عيب عليه وحشومه. ما غادي لكم لا في وطنيه، لا ان المغرب له اعداء دايرين به، لا نقولوا الحقيقه اللي هي حقيقه. تاهيل الطرقات بمدينه الداخله حتى هي مشاريع فاشله عندكم. هاي الداخله ولات مؤهله بالطرقات وكل شيء كاين باين. دعم الشباب ديال الإقليم اللي كيقراو في المؤسسات العليا، دعموا مجلس جهة الداخلة والذهب. ادعم مجموعة من الجمعيات والتعاونيات بمبالغ مالية مهمة، ولكن إذا كان فشل ديال الجمعيات ما تكبوش على رئيس مجلس جهة الداخلة والذهب أو مجلس جهة الداخلة والذهب، دعمهم. ولكن الغريب في الأمر أن الكثير بغى غير ياكل ويرقد. أما بخصوص التشغيل طبقا للخطاب الملكي ديال الحسن الثاني قدس الله روحه، قال لك الشهاده ما بقات تسوى والو، خاص التكوين. ومع ذلك رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب اعطى للجمعيات باش يشغلوا الشباب وشغلوهم وكانوا كيتخلصوا، لانه هو ليس مسؤولا عن التشغيل. كاين جهات مسؤوله، ولكن يقف للحد من نسبه البطاله. واش واحد ما قاري ما عارف اللي من الزرواطه ما والو يقول لك انا خاصني نخدم، وسير على الكتاب خاصك تقرا. الباك ما بقى تساوي والو والدوك ما بقى تساوي والو. واش عندكم شي تكوين؟ كونوا صريحين. زيد على ذلك التراكمات اللي كانت هنا في الداخله والفوضى اللي كانت في التشغيل. قال لك شغال عوائل. هذا بعض المنتخبين سمحهم الله، وهذا اللي وكان الموظفين الاشباح حتى هذو كيديروا خلل في الميزانيه ديال الدوله. خاصنا نشوفوا الخلل فين كاين، ما هو اي حاجه عفوا تكبوا على رئيس مجلس الجهه. انا لا ادافع عليه، ولكن كندافع على واحد تقدم وواحد تحول جذري اللي شهدته مدينه الداخله
احنا ولاد الداخله والشباب الداخله وعارفين الداخله كيفاش كانت وكيفاش جات. لولا التناغم ما بين رئيس مجلس الداخله والسيد الوالي المحترم اللي كيتماشى والسياسه الملكيه الساميه لما وصلت الداخله لهذه المسائل. عطينا تجارب مجموعه من المنتخبين لا شيء. الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. انا كنقول لكم وحدين جاو حافي القدمين هذه المدينه هذو ولاو من اغنى الاغنياء. كونوا صريحين، من اين لك هذا؟ ولاو وجهاء المدينه ولاو كيحاربونا ويضربونا. علاش؟ على الحقيقه ديالنا وعلى الخروج ديالنا الاعلامي لبيان الحقيقه لمتتبع الشأن المحلي. ومازلنا ننتظروا منهم السوء. حنا ما ولكن ما كيخوفونا. قل لن يصيبنا الا ما كتبه الله علينا. مواقف ديالنا للناس اللي كتخدم البلاد ديالها والجهه ديالها والوطن ديالها، حنا غنقولوا القضيه الوطنيه شهدت واحد التطور كبير في ظل من دخول الخطاطين جاء على الخط. كان ديما تتذبذب. وسيدنا الله ينصرو قال انا لن ادافع وحده عن قضيه صحيه، قضيه الاقاليم ديالنا الجنوبيه، قضيه الشعب المغربي العظيم. باش نكونوا راه الا جينا نشوفوا المسائل، الناس اللي كتخدم دابا تحارب، الناس اللي كتخدم هذه الجهه راه تحارب بالوكاله من هاد السماسره وهاد الفيروسات اللي ولينا كنشوفوهم. والغريب الامر ان عوائلهم كيستافدوا، هما كانوا كيستافدوا. وشفتهم بعينيا في دار رئيس من الجهه الداخله ياكلوا ويشربوا. لكن الجميل وكاين شي وحده اللي كيقروا بها هذه قال لها الوقاحه. الوقاحه هو انك تقر انه دار فيك خير وكتجي كتضرب فيه، غادي يضربها في الحق. مشاريع فاشله، قول لي المشاريع الفاشله اللي دار شنو هي؟ شنو هي هذه المشاريع الفاشله؟ انت حدا داركم الواد الحار مكبوب هكا وباقي كطبل ليه لواحد ثاني اللي هو خاصو يصيب لك بعدا الواد الحار لداركم باش تشد 100 درهم ولا 200 درهم. حشموا شي شويه، حشموا. راه هادشي راه كيستغلوا اعداء الوحده الترابيه للوطن. هذا ليس جهلا وانما حقدا. اذا نكتفي بهذا القدر. اقول في النهايه حفظ الله هذا الوطن ملكا وشعبا، وحفظ الله كل وطني غيور على الجهه ديالو وعلى الوطن ديالو من البغاز الى اقصى جنوب المملكه المغربيه الشريفه. والى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كان معكم عضو هيئه الشباب مجلس الجهه الداخله وادي الذهب. انا كنفعل، اذا كنت انا عضو هيئه الشباب كنقول داكشي اللي كنشوف وكنفعلوا ويسمعوا الراي العام. كاين كثير ما يتقال، ولكن ملي يخرج عاوتاني حد بشي حاجه تظن حنا نخرجوا ونبينوا الراي العام. حنا كنبينوا. وفق الله السيد الوالي المحترم الدكتور علي خليل والسيد رئيس مجلس الجهه الداخله والدعم في شخص الدكتور خطاطيجه على العمل ديالهم الجبار، وكل واحد اللي مساهم في هذه التنميه من السلطات المحليه والقوات العموميه والمنتخبين الوطنيين. كاين عندنا منتخبين وطنيين من ابرزهم الشيخ بنان ومجموعه ثانيه اللي نحن نعرفوهم، رفقي الخطاط والمسائل هذوك. الله يوفقكم والله يكمل عليكم وراء القياده الرشيده صاحب الجلاله الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.